زوار هبة بريس أوفياء، مرحبا بكم في مراسلة خاصة هنا من ملعب أمان الدولي، والذي سيستضيف مباراة نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية بين سيمبا التنزاني ونهضة بركان المغربي. كما يعلم الجميع مباراة الذهاب انتهت هناك بالملعب البلدي ببركان بهدفين مقابل لا شيء. الفريق البركاني صاحب الخبرة الإفريقية يعول على تحقيق نتيجة إيجابية هنا بملعب أمان للحصول على الكأس الإفريقية الثالثة في تاريخه. لكن قبل الخوض في تفاصيل هذا النهائي لابد أن نذكر أن فريق نهضة بركان تعرض لمضايقات عديدة، بدءا من وصوله في المطار حيث تأخرت إجراءات الدخول، كذلك قبل الحصة التدريبية منع الطاقم الطبي من الدخول لمدة أزيد من 20 دقيقة. كما كشف لنا أحد أعضاء الطاقم المرافق للفريق عثوره على نوع من السحر الذي كان مخبأ هنا في الملعب. أكد لنا أنه عثر على مثل هذه الأشياء هناك بملعب بركان، لكن الكل عازم على تجاوز هذه الأمور وتحقيق نتيجة إيجابية، ولنا اليقين بأن فريق نهضة بركان سيتمكن من الفوز إن شاء الله بكأس الكونفدرالية.